هل شاهدتم ما يحدث في ليبيا؟ متأكد أنكم ستصدمون من هذه القصة. تخيل أن شخصا غريبا يعيش معك ومع عائلتك، يجلس معكم على نفس الطاولة، يأكل ويشرب لمدة 9 أشهر دون أن تعلموا بوجوده. هل تتخيل أن حياتك اليومية، أنت وأهلك في منزلكم الهادئ، يمكن أن تنقلب رأسا على عقب بسبب شخص مجهول يعيش بينكم دون أن يلاحظه أحد؟ إنه ليس جنا ولا كائنا خياليا، بل إنسان عادي. أعلم أنك ستقول: مستحيل، كيف يحدث هذا؟ حتى أنا لم أصدق ذلك في البداية، حتى شاهدت تحقيقات الشرطة ومقابلات الضحايا، واطلعت على الوثائق والمقاطع التي كشفت حجم الكارثة. في البداية صل على رسول الله واضغط إعجابا للفيديو واشترك ليصلك كل جديد ومفيد. قصة غريبة بدأت منذ 20 عاما في بنغازي، مدينة ليبية، واستمرت الكوارث تتوالى حتى تم اكتشافها مؤخرا. تخيل، طوال هذه المدة عاش الناس في وهم كبير، لا يعلمون أن حياتهم محطمة بفعل السحر الأسود. الجان في هذه القصة هو أحمد مسعود، وكان معروفا في بنغازي على أنه راقي شرعي، يدخل بيوت الناس بحجة مساعدتهم بالقرآن وفك السحر، والناس كانت تثق به لأنه يتحدث بالدين. لكن الحقيقة كانت أنه ساحر خطير، يدخل بيوت الناس ليقلب حياتهم رأسا على عقب. الأدهى من ذلك أنه أدخل شقيقه إبراهيم مسعود في نفس المجال لزيادة مكاسبهما. كان يدخلان البيوت بحجة الرقية الشرعية، لكنهما في الواقع كانا يمارسان السحر على أهل البيت، مستخدمين أسحارا خطيرة مثل سحر الطاعة والمحبة الذي يجعل الضحايا مسلوبين الإرادة. كانوا يشعرون الضحايا بأنهم بحاجة للعودة إليهم مرارا، لكن مشاكلهم كانت تزداد يوما بعد يوم. على مدار 20 عاما دمر الأخوان بيوتا وعوائل كثيرة، لكن مع الوقت بدأت الشكوك تصاور بعض الضحايا، واستدعوت شيوخ دين حقيقيين للكشف عن سبب مآسيهم. وعندما دخل الشيوخ البيوت انصدموا من الطلاسم والسحر الأسود الموجود هناك. الشرطة ووحدة مكافحة السحر في ليبيا بدأت في تعقب أحمد وإبراهيم، وبعد مطاردات طويلة تمكنوا من القبض على أحمد، لكنه رفض الإفصاح عن مكان شقيقه إبراهيم. ومع الضغط في التحقيقات اعترف أحمد بأن إبراهيم يعيش مع عائلة الحاسي دون علمهم بوجوده. الصادم أن إبراهيم كان يستخدم سحر الطاعة وحجب الرؤية ليعيش بينهم دون أن يلاحظوه. كان يأكل من طعامهم ويستخدم أموالهم لمدة 9 أشهر دون أن يشعر به أحد. عندما وصلت وحدة مكافحة السحر مع الشيوخ إلى بيت عائلة الحاسي، فوجئوا برؤية إبراهيم يجلس في إحدى غرف المنزل، يمسك بالبخور ويتمتم بطلاسم. أهل البيت كانوا في حالة ذهول، غير مصدقين كيف دخل هذا الشخص إلى منزلهم أصلا. تم القبض على إبراهيم مع الأدلة التي تدينه، لكن الكارثة لم تتوقف هنا، إذ اكتشفوا أنهما مارس السحر على أقاربهم أيضا. هناك من أصيب بالأمراض ومن تعطلت حياته تماما، وهناك طفلة صغيرة توفت بسبب تأثيرات السحر. الآن، وبعد جهود كبيرة من وحدة مكافحة السحر في ليبيا، تم القبض على أحمد وإبراهيم، وهما ينتظران محاكمتهما، وبإذن الله سينالا عقابهم في الدنيا قبل الآخرة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية قصتنا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات، وتابعونا لمزيد من القصص المشوقة. إلى اللقاء في فيديو قادم، دمتم بخير.